في نادي الزمالك حققنا حوالي 12 13 بطوله. عملنا تاريخ اكتر ولله الحمد يعني مع نادي الزمالك اكتر من واحد مثلا على سبيل المثال والله جاي بالصدفه يعني لما يجي يطلع واحد باسم المفروض اسم نادي الزمالك عمله وبيطلع بيحلل في قناه دلوقتي واسم كبير وهو راجل الكابتن بتاعنا يعني كابتن فاروق جعفر. يعني انا عايز اقول له حاجه، انت دلوقتي بتتكلم في نقطه امبارح بتقول ان حسام في المؤتمر الصحفي لما بيقول حسام انا يعني كان في نديه مع نادي الزمالك وانا كان يعني بيتكلم في امور الكره يعني في المؤتمر الصحفي يقول له خليك في فرقتك ومالكش دعوه بالزمالك. يعني انت راجل بتتكلم على مدير فني بيحلل مباراه بتاعته لسه خلصانه بيتكلم في مؤتمر صحفي، فالمفروض بيقول انا الاخطاء اللي عندي وانا لما كنت بلاعب اللي حصل في موقف في الزمالك كذا في الماتش في كذا، فبنحاول نقول يطلع يقول له ما تتكلمش ما تجيبش سيره الزمالك وخليك في فرقتك. طب اذا كان هو حسام وانا لينا حق اكتر منك ان انا اتكلم عن نادي الزمالك والاهلي واضخم نادي في مصر وخصوصا نادي الزمالك كمان ليه بصفه خاصه ليه هو، لان يا كابتن فاروق بطولاتك انت مع نادي الزمالك وبطولاتنا احنا مع نادي الزمالك. قعدت كام سنه في نادي الزمالك وحققت كام بطوله لنادي الزمالك واحنا قعدنا كام سنه وحققنا كام بطوله. فانا يعني ما كنتش ما كانش نفسي ان انا لا اتكلم في الموقف ده ولا احط لان كابتن فاروق جعفر وكابتن حسن شحاته وكابتن الخطيب والاسامي الكبيره وكابتن شريف عبد المنعم الناس دي وكابتن مصطفى عبده مش عايز انسى حد وكابتن مصطفى يونس كتير ناس محترمه واحنا طول عمرنا اتربينا في النادي الاهلي ان نحترم الكبير وطول عمرنا حتى اي لعيب اكبر مننا ب3 سنين او سنتين كابتن حضرتك. فمش عايز ما تدخلنيش في ان انا اجي في المواجهه دي معاك. انت ليه؟ هل بترضي حد تاني عشان يقول ان انت يعني اسقف لك بعد البرنامج ويقول لك انت برافو عليك ان انت قلت كده؟ ما ينفعش تقول على حسام حسن راجل مدير فني بتاريخه سواء تاريخه في مصر او تاريخه في النادي الاهلي او في تاريخه في نادي الزمالك انك ما تتكلمش ما تجيبش سيره الزمالك وانت بتتكلم في المؤتمر. عيب ان يقول الكلمه دي يعني سواء على مستوى التدريب ولا على مستوى كلاعب كوره. ما ينفعش مش عايز اخش ما ينفعش يا كابتن فاروق ان انا تحط نفسك في الموقف ده لاني هتلاقي الكفه بعيده قوي لما تيجي تتكلم مع يعني في نقطه زي دي بلاش يعني دي نقطه في وسط الكلام والله افتكرتها وكان مزعلاني جامد لان الناس كلمت فيها كتير. اما حته الاهلي طب قبل حضرتك